اعتبر ان الدي ان اس جدول فيه خانتين، اسم الموقع والاي بي بتاعه. فلما حضرتك تكتب اسم الموقع، الدي ان اس بياخد اللي كتبته ويشوف الاي بي اللي بيطبق معاه. وهنا هتشوف ان ظهر عنده ان عمل تسجيل دخول والايميل اللي احنا دخلناه والباسورد. في البداية عايزين نفهم يعني إيه فيشنج أتاك، أو بالعربي هجوم التصيد. الفيشنج هو محاولة الهاكر للحصول على بياناتك الحساسة عن طريق خداعك، يعني مثلا يحسسك إنه شخصية موثوقة أو من جهة رسمية عشان تديله بياناتك وأنت مطمن. طيب عايزين ندي شوية أمثلة على أنواع الفيشنج عشان نفهمه أكتر. الفيشنج في منه أنواع كتير. أول نوع هو الإيميل فيشنج، وده أشهر نوع تقريبا، وهو إن الهاكر يبعت لك إيميل بيكون وكأنه جاي من جهة رسمية زي جوجل أو فيسبوك، بيطلب منك فيه مثلا إنك تحدث بياناتك أو تفعيل حسابك أو لأي سبب تاني. المهم بيكون مرفق مع الإيميل ده رابط الصفحة اللي هتسجل فيها، وبتكون نسخة طبق الأصل من الصفحة الأصلية. طيب هتسألني رابط زي ده إيه اللي هيخليني أدوس عليه؟ أحب أقول لك إن برامج زي جيميل نفسه بتوفر ميزة الهايبر لينك، وبتخلي الهاكر يدخل يعدل اللينك اللي هو عايزه لأي لينك حسب الرسالة اللي في الجيميل. وفي الخلفية الصفحة دي الهاكر بيكون شغال عنده في التيرمينال ومستني بس إنك تدخل أي بيانات، وهي هتوصل عنده فورا في السيرفر اللي هو عامله. وبعد ما ترسل بياناتك الصفحة بتنقلك للموقع الأصلي، وكأن دي فعلا كانت صفحة التسجيل. طيب إيه اللي ممكن أعمله عشان أحرس من الإيميل فيشنج؟ بكل بساطة لو بصيت لليو ار ال هتلاقي حاجة غلط، أو إن الرابط مش مطابق للموقع اللي أنت عايزه، ولكن لازم تكون شديد الملاحظة لأن الاختلافات بتكون بسيطة جدا، ولو مش خد بالك هتتسوح. وكإحصائيا نسبة عمليات الفيشنج بالطريقة دي بتوصل ل 100 مليار عملية سنويا، ونسبة إن مستخدم عادي يقع في الفخ ده توصل من 30 ل 40%. تاني نوع واللي هو السميشنج، وهو نفس فكرة الإيميل فيشنج ولكن في رسائل الاس ام اس، لأن الناس بتثق فيها أكتر. وإحصائية برضو إن أكتر من 30 مليون ضحية سنويا بيقعوا في الفخ ده، ونسبة إن شخص عادي يقع فيه بتوصل ل 30%. تاني نوع اللي هو الفيشنج، وده نفس الفكرة ولكن عبر مكالمة في التليفون. بيتم انتحال شخصية موظف بنك أو دعم فني لشركة أنت مشترك فيها مثلا، وهنا بيطلب منك بيانات زي معلومة شخصية أو الإيميل أو رمز الأو تو بي مثلا، ودي بتنجح على نسبة 25% من الناس، وبيقع فيها 20 مليون ضحية سنويا. رابع نوع واللي هو الفارمنج، والنوع ده خريف شوية لأنك حتى لو كتبت الرابط الصح الهاكر بيوجهك لصفحة مزيفة، وده لأن الهاكر بيكون لاعب في إعدادات الدي ان اس نفسه. وعشان نبسط الفكرة نعتبر إن الدي ان اس جدول فيه خانتين، اسم الموقع والاي بي بتاعه. فلما حضرتك تكتب اسم الموقع الدي ان اس بياخد اللي كتبته ويشوف الاي بي اللي بيطبق معاه. زي ما قلت الهاكر بيكون معدل اعدادات الدي ان اس فيما يعرف بالدي ان اس سبوفنج، وبمعنى ابسط الهاكر بيكون مبدل اي بي حقيقي باي بي مزيف عشان يوجهك للصفحه اللي هو عايزها. ده بيكون ناتج عن ثغرات في الدي ان اس، وغالبا الهاكر بيكون معاك على نفس الشبكه لانه بيكون مسممها، وساعتها يقدر يوجهك زي ما قلنا. وده بيعتبر اقل نوع شهره لان نسبه الوقوع فيه بتكون من 20 ل 25%، ومش بيسجل ضحايا كتير مقارنه بالطرق الثانيه. خامس نوع اللي هو السبير فيشنج، وده رساله تنبعت للضحيه ولكن بتكون معموله ليه هو، يعني رساله محدده شخص او مجموعه بتستفسر عن معلومات محدده. مثلا انت مدير شركه ما ولقيت واحد من مساعديك بعت لك رساله انك تدي له معلومه معينه او تعمل تحويل مالي، وانت غالبا بتكون متعود على الموضوع ده، وده اللي بيخلي نسبه ان الفرد ينخدع بالطريقه دي من 65 ل 80%. والطريقه دي بتستهدف غالبا مناصب مهمه زي رئيس شركه او مدير امن معلومات. طيب وصلنا للجزء العملي، وعايزين نعرف الموضوع ده هيتم ازاي في الخلفيه، وازاي اننا ممكن نعمل صفحه مميزه والمستخدم يدخل بياناته وتوصل عندنا هنا في الترمينال. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. هتفتح عندك لينكس على اي فيرجوال ماشين، سواء كنت تستعمل فيرجوال بوكس او في ام وير، وبعدين هنبدا نفتح عندنا الترمينال هنا. والاداه اللي هنستعملها في الشرح دهوت هي اداه سيت تول كيت. هي اداه موجوده عندك اوريدي في كالي لينكس. فهنكتب هنا سودو سيت تول كيت، وبعدين هندوس انتر. هيطلب منك الباسورد بتاع كاري، هتدخل الباسورد وبعدين هيفتح معاك الواجهه بتاعت الاداه. طيب هديك هنا شويه خيارات عندنا. الخيارات ديت 6 خيارات زي ما انت شايف كده، ولكن احنا هناخد اول خيار واللي هو السوشيال انجينيرنج اتاكس، لان طبعا زي ما انت عارف الفيشنج اتاك بينحدر او بيندرج تحت السوشيال انجينيرنج. فاحنا ندوس رقم 1 وانتر. فهيدينا شويه خيارات تانية، طبعا كلهم خيارات متعلقه بالسوشيال انجينيرنج، ولكن احنا هنختار الخيار التاني واللي هو ويب سايت اتاك، لاننا عايزين نعمل صفحه مزيفه المستخدم يخش عليها ويدخل بياناته. فهندوس رقم 2 ونخش. هتختار الخيار التالت عشان احنا هدفنا من الصفحه دي اننا نجمع معلومات او البيانات المستخدم يدخلها. فبكل بساطه هندوس على الخيار التالت. هي كلها تختار انت عايزه على حسب الاتاك. فهيديك هنا 3 خيارات تانية. هنا هنقف شوية. هيقول لك عندك 3 خيارات، يا إما ويب تمبلتس، يعني الصفحة المزيفة اللي أنت هتعملها ديت هتكون صفحة أو تمبلت جاهز أو موجود على جهاز لينكس. كل اللي هو هيعمله إنه هياخد الصفحة ديت ويحطها على طول في البورت أو في الأي بي اللي عليه الصفحة ديت. أو عندك الخيار التاني واللي هو السايت كلونر، وهو إنك هتدي له رابط لصفحة أنت عايز تعملها كلون وهو هيبدأ يعملها كلون. طيب الخيار دوت مش هيمشي مع كل المواقع أو مع كل الصفحات، لأن في صفحات مش بتخليك
تعمل scraping يعني مثلًا مش هيعملها clone 100%. طيب الخيار التالت معانا واللي هو custom import. لو أنت عندك صفحة منزّلها مثلًا هو يحطها على الIP مثلًا أي موقع أنت عايزه، لو مثلًا template ده مش موجود ممكن أنت تنزّل الصفحة وتحطها في الcustom import ده. إحنا هنختار أول خيار واللي هو الweb templates وهندوس 1 وتخش. طيب هنا يقترح عليك الIP اللي هيكون عليه الصفحة المزيفة واللي هو الIP بتاع الvirtual machine نفسها. ولازم تاخد بالك من حاجة إن الvirtual machine تكون bridget مش NAT. يعني مثلًا في الإعدادات أول ما تعمل run النظام اللي هو نظام كالي المفروض يكون network عندك معمول على bridget مش NAT عشان ياخد IP من الراوتر والأجهزة التانية تقدر تخش عليه. فهو مقترح علينا الIP دوّة، فإحنا هندوس enter نخش عليه. طيب هيسألك عندك هنا 3 templates. خلّينا نختار مثلًا وليكن جوجل، دوس رقم 2 وكده يكون عندنا جاهز الtemplate. هو طبعًا يقول لك إنه عمل له run على الport 80 فعايزين نختبر هل الصفحة المزيفة دي فعلًا موجودة والّا لأ. فهنخش هنا على المتصفح وبعدين هنبدأ نكتب الIP اللي لسه ظاهر عندنا بالشكل ده. فهاكتب هنا 192.168.100.8 وطبعًا مش ننسى الport اللي هو 80 وهادوس enter. طيب لو فضل يحمّل عندك كده ومش ما رضيش يخش على الرابط وظهر عندك الرسالة ديّة، فده غالبًا إنك بيكون الfirewall بيمنع أي جهاز إنه مثلًا يaccess على port الكمبيوتر بتاعك. فعشان نكمّل الشرح هنضطر نقفل الfirewall. فهنضطر نقفل الfirewall ونشوف هنعمل reload هل هيدخل على الصفحة والّا لأ. ودخل معانا على طول بعد ما عملنا off للfirewall. هي دي الصفحة المفروض اللي إحنا عملناها بالset toolkit. فزي ما أنت واضح عندك أهوّة أول ما دخلنا على الصفحة ظهر إن في شخص دخل على الصفحة. ولو لاحظت هتلاقي ضد 2 يعني ده معناه إن ده الIP بتاع الجهاز اللي دخل على الصفحة ديّة. طيب نخش على الصفحة ديّة مثلًا وليكن مثلًا نكتب إيميل مثلًا وليكن مثلًا إيه @gmail.com وهنكتب أي password مثلًا أي رقم كده وبعدين ندوس sign in. فبمجرد إننا عملنا تسجيل دخول بعتني على صفحة جوجل الرسمية زي ما أنت شايف www.google.com. وهنا هتشوف إن ظهر عنده إن عملت تسجيل دخول والإيميل اللي إحنا دخلناه والباسورد. كده كنا عملنا محاكاة للphishing attack وإزاي إننا عملنا صفحة وهمية وخلينا المستخدم يدخل بياناته. أول ما دخلها بقى حوّله على صفحة جوجل وهنا ظهرت عندنا البيانات اللي هو لسه مدخلها. في الجزء العملي إحنا عملنا صفحة وهمية شبيهة بالموقع اللي إحنا عايزينه، والصفحة دي بتبعت أي بيانات المستخدم بيدخلها وبعدين تحوله للموقع الحقيقي، ولكن لازم نعرف إن الكلام ده على مستوى الشبكة، يعني الهجمة دي هتنجح لو الضحية مع الهاكر على نفس الواي فاي، ولكن هل في طرق الهاكر يخلي بيها الصفحة دي بابليك؟ أيوه في طرق بتوفر الميزة دي زي موقع NGRock، ولكن زي ما قلت لك لو خدت بالك من الURL مش هتقع في الفخ ده. الجدير بالذكر إن 89% من الهجمات السيبرانية بتعتمد على السوشيال انجينيرنج وإنك إزاي تقنع الضحية ينزل الملف أو يدوس على الرابط، ودي فعلا النقطة اللي بتفرق بين الهاكرز اللي يقدروا يعملوا صفحة أو إيميل طبق الأصل ويقنعوا الضحية، وده لا شك إنه جانب مهم لازم تاخده في الاعتبار في أي عملية اختراق ليك، لأنك لازم تتبع الضحية أو الشركة وتعمل طعم مثالي يلعب على نقطة معينة ويخلي الضحية يقع فيه. وبس دي كانت نظرة سريعة حول الفيشنج وأنواعه وإزاي الهاكر بيستعمله، والأهم إزاي تاخد بالك بعد كده من أي رسالة مجهولة المصدر وإنك مش تدي الأمان لأي حد. أتمنى الشرح كان مفيد وما تنساش اللايك والاشتراك لأن ده بيساعدني جدا وسلام.